حبايبي طلاب الشهاده الاعداديه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وكويسين، ويوصل لكم ان شاء الله الفيديو ده وانتم بخير وصحه وسعاده. معاكم مستر محمود نصار، ومكملين مع بعض ان شاء الله سلسله فيديوهات نشرح فيها منهج الدراسات الاجتماعيه للشهاده الاعداديه. وبدون اي مقدمات يلا بينا النهارده مع بعض مع ثالث درس معانا في الجغرافيا بعنوان المناخ والنبات الطبيعي في العالم. الجو بدأ يسقع يا شباب، مشروبك بقى كده الدافي الجميل واصحى وركز معايا جدا. ناس كتير يا شباب بتتكلم على الدرس ده على انه درس رخم جدا وصعب جدا، مع انه والله درس سهل جدا ولذيذ، مش محتاج بس غير شوية فهم من حضرتك وتركيز، لا اكتر ولا اقل. بصوا يا شباب، احنا في درسنا ده بنبدأ نتكلم عن المناخ وعن النبات الطبيعي في العالم كله. طب واحدة واحدة بس كده، هو يعني ايه مناخ ويعني ايه نبات طبيعي؟ اقول لك ان المناخ ده معناه حالة الجو، الحرارة، الرياح، الامطار. طيب يعني ايه نبات طبيعي؟ اقول لك ده نبات بينمو دون تدخل الانسان، بمعنى اصح نبات الانسان ما بيزرعهوش. طيب احنا هنبدأ نتكلم عن المناخ والنبات الطبيعي في العالم كله، ايوه، ولكن قبل ما اكلمك في اي حاجة انا عايزك بس تفهم الاتي. احنا يا شباب عندنا المناخ والنبات الطبيعي مختلف من قارة للتانية، لا وكمان المناخ والنبات الطبيعي مختلف جوه القارة الواحدة من مكان للتاني. يعني مثلا قارة زي قارة افريقيا هتلاقي المناخ والنبات الطبيعي اللي في شمالها مختلف خالص عن المناخ والنبات الطبيعي اللي موجود في الوسط، ومختلف خالص عن المناخ والنبات الطبيعي اللي موجود عندي هنا في الجنوب. طب ثواني، يا ترى ايه الاسباب اللي بتؤدي لاختلاف المناخ من مكان للتاني جوه القارة الواحدة؟ اقول لك ده والله 3 اسباب. اول حاجة موقع فلكي، تاني حاجة موقع جغرافي، تالت حاجة وهي التضاريس. يعني معنى كده ان المناخ بيختلف من مكان للتاني جوه القارة الواحدة بسبب 3 حاجات: موقع فلكي، موقع جغرافي، وكمان تضاريس. طب تعالى كده اشرحهم لك الاول قبل ما اكلمك في اي حاجة. موقع الفلكي هنا يا شباب المقصود بيه الموقع بالنسبة للدائرة دي اللي هي دائرة الاستواء. دائرة الاستواء يا شباب المنطقة اللي عندها دي كلها درجة الحرارة فيها عالية جدا، لذلك لو احنا قربنا من دائرة الاستواء بتبدأ ترتفع معاك درجة الحرارة. ولكن لو بدأنا نبعد عن دائرة الاستواء سواء رايحين ناحية الشمال او نازلين تحت ناحية الجنوب هتبدأ درجة الحرارة تعتدل معاك. يبقى اول حاجة بتخلي المناخ يختلف من مكان للتاني هو الموقع الفلكي، اللي هو الموقع بالنسبة لايه؟ تقول لي دائرة الاستواء. طيب تاني حاجة يا ترى بتخلي المناخ يختلف من مكان للتاني جوه القارة الواحدة؟ اقول لك الموقع الجغرافي. طب ثواني، هو يعني ايه موقع جغرافي؟ ده معناه الموقع بالنسبة لليابس وبالنسبة للماء. طب مستر ازاي الموقع بالنسبة لليابس والماء يأثر في درجات الحرارة او يأثر في المناخ والنبات الطبيعي عموما؟ اقول لك والله لو حضرتك جنب مية، يعني جنب البحر المتوسط مثلا او المحيط الاطلنطي او الهندي او ايا كان المسطح المائي، هتلاقي درجة الحرارة هناك معتدلة. ولكن لو بدأت تبعد عن المية هتلاقي درجة الحرارة بتعلى معاك جدا في الصيف وبتكون منخفضة جدا في الشتاء. وده مناخ بقول عليه مناخ قاري. المناخ القاري ده بيكون في المناطق البعيدة عن المية. يبقى الموقع الجغرافي ازاي بيأثر عندنا في المناخ؟ هتقول لي والله لان انا كل ما اكون قريب من مسطح مائي بتعتدل درجة الحرارة، ابدأ ابعد عن المسطحات المائية الاقي مناخ اسمه المناخ القاري. طب ده حلو. تالت حاجة بقى بتخلي المناخ يختلف من مكان للتاني جوه القارة الواحدة هي التضاريس. تضاريس يعني ايه؟ يعني المناطق المرتفعة والمناطق المنخفضة. احنا واخدين قبل كده قانون اسمه قانون الارتفاع. القانون ده بيقول لك انه كلما ارتفعنا 150 متر عن مستوى سطح البحر تقل درجة الحرارة 1 درجة مئوية. يعني معنى كده ان لو حضرتك موجود فوق منطقة مرتفعة هتلاقي درجة الحرارة منخفضة، ولكن لو موجود عند منطقة هنا منخفضة
منخفضة واطية، يعني هتلاقي درجة الحرارة هنا ايه؟ مرتفعة. يعني معنى كده ان التضاريس بتأثر عندنا في درجات الحرارة وفي المناخ؟ ايوه. ليه؟ لانه كلما ارتفعنا لاعلى 150 متر عن مستوى سطح البحر بتقل الحرارة 1 درجة مئوية. لذلك هنلاقي المناطق المرتفعة درجة الحرارة فيها منخفضة، ولكن المناطق الواطية او المنخفضة من سطح الارض هتلاقي درجة الحرارة فيها مرتفعة. طيب يبقى احنا دلوقتي فهمنا ان المناخ بيختلف من مكان للتاني جوه القارة الواحدة بسبب الثلاث حاجات دول: موقع فلكي، جغرافي، وتضاريس، وكمان فهمناهم. طيب تعالى بقى دلوقتي نبدأ نتكلم عن المناخ في كل قارات العالم. بس يا مستر الموضوع كده باين عليه صعب. اقول لك ولا صعب ولا حاجة. طب ليه؟ لان العلماء سهلوا علينا دراسة المناخ على سطح الارض، وبدأ العلماء يشوفوا كل منطقة على كوكب الارض متشابهة في المناخ مع منطقة تانية يقولوا عليهم اقليم مناخي. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني لو في منطقة عندنا هنا في اسيا، ومنطقة مثلا في افريقيا، ومنطقة هنا في امريكا الجنوبية، الثلاث مناطق دول في الثلاث قارات المناخ فيهم متشابه، فعلى طول العلماء يسموهم اقليم مناخي. يعني معنى كده ان العلماء علشان يسهلوا علينا دراسة المناخ على سطح الارض بدأوا يقسموا العالم لاقاليم مناخية. ايوه، بدأوا يشوفوا المناطق المتشابهة في المناخ في كل قارة من قارات العالم ويقولوا عليهم ايه؟ اقليم مناخي. طب ثواني، هو يعني ايه اقليم مناخي؟ والعلماء قسموا العالم لكم اقليم؟ اقول لك والله كلمة اقليم مناخي دي معناها منطقة محددة على سطح الارض، سواء بقى منطقة متصلة مع بعضها او مناطق بعيدة عن بعضها، ولكن بتتشابه في المناخ اللي هو حرارة، رياح، امطار. يبقى اوعى تنسى ما المقصود بالاقليم المناخي. هتقول لي منطقة محددة على سطح الارض تتشابه في ايه؟ في خصائصها المناخية اللي هي الحرارة، الرياح، وكمان الامطار. طب مستر هو العلماء قسموا الكوكب كله لكم اقليم مناخي؟ اقول لحضرتك 4 اقاليم، اللي هم اقاليم بنقول عليها اقاليم حارة، ودي بتكون موجودة عندي هنا عند دائرة الاستواء، ومناطق تانية بنقول عليها اقاليم معتدلة دفيئة. يعني ايه؟ يعني الجو معتدل بس في سنة حرارة فبنقول معتدلة دفيئة. واقاليم تانية الجو فيها معتدل ولكن فيها سنة برودة فبقول عليها اقاليم معتدلة باردة. واخر حاجة وهي اقاليم باردة. يبقى العلماء قسموا معانا الكوكب بتاعنا ل4 اقاليم مناخية: حارة وباردة، معتدلة دفيئة، وكمان معتدلة باردة. طيب هل بقى دلوقتي هنبدأ نمسك كل اقليم من دول نتكلم عنه؟ اصبر ما تستعجلش، انا بس دلوقتي هبدأ اعرفك الموقع بتاع كل اقليم من الاقاليم بالنسبة لدوائر العرض. دوائر العرض ودي هنعملها ازاي؟ يا عم سهلة، هرسم لك كده نموذج للكرة الارضية وابدأ اقول لك كل اقليم من ال4 ماشي من دايرة عرض كام لدايرة عرض كام. بس ثواني، افتكر معايا كده احنا عندنا كام دائرة عرض؟ عندنا 180 دائرة عرض. اللي قسم ال 180 دول لنصين واللي قسم العالم لنصين شمال وجنوب هي دائرة اسمها دائرة الاستواء. خلي بالك بقى، انا هبدأ اخد ال4 اقاليم المناخية بتوعنا: الحارة والباردة والمعتدلة الدفيئة والمعتدلة الباردة، وابدأ اعرفك اماكنهم من حيث دوائر العرض. بص كده معايا، انا عندي هنا دائرة الاستواء دي درجتها 0، فانت عندك اول اقاليم وهي الاقاليم الحارة ماشية من عند دائرة الاستواء لغاية دايرة عرض 30 في الشمال، ومن عند دائرة الاستواء لغاية دايرة عرض 30 في الجنوب. يبقى معنى كده ان من 30 شمالا ل 30 جنوبا انا عندي هنا اقاليم اسمها الاقاليم الحارة. طب دي اول حاجة. بعد كده عندي ايه؟ اقاليم معتدلة دفيئة. انا
انا وقفت عند دايره عرض كام؟ 30. يبقى هبدا اعد من عندها من اول 30 لغايه 45 شمالا، ومن 30 لغايه 45 جنوبا. انا عندي هنا اقاليم اسمها معتدله دفيئه. اسمها ايه يا شباب؟ معتدله دفيئه، سواء فوق في الشمال او حتى تحت في الجنوب. وعندنا كمان اقاليم ماشيه من اول 45 لغايه 60 في الشمال، ومن 45 لغايه 60 في الجنوب، ودي بنقول عليها اقاليم معتدله بارده. واخر حاجه وهي الاقاليم البارده، ماشيه من اول 60 لغايه نهايه دوائر العرض فوق في الشمال، ومن اول 60 لغايه نهايه دوائر العرض تحت في الجنوب. يعني من 60 ل 90 شمالا، ومن 60 ل 90 جنوبا. يبقى احنا كده فهمنا ان احنا عندنا الاقاليم بتاعتنا الاربعه متقسمين كالاتي: من 30 شمالا ل 30 جنوبا دي اقاليم حاره، من 30 ل 45 شمالا وجنوبا دي معتدله دفيئه، من 45 ل 60 شمالا وجنوبا دي معتدله بارده، من 60 ل 90 شمالا وجنوبا دي ايه؟ دي الاقاليم البارده. طب يلا نبدا بقى نمسك كل اقليم من الاقاليم الاربعه معانا: الحاره والمعتدله الدفيئه والمعتدله البارده وكمان البارده، نبدا نتكلم عليهم. اقول لك الموضوع سهل. اول حاجه معانا يا شباب وهي الاقاليم الحاره. خلي بالك ان انت عندك الاقاليم الحاره ماشيه من 30 شمالا زي ما قلت لك لغايه 30 جنوبا. فالمنطقه دي يا شباب منطقه كبيره قوي، علشان كده العلماء قسموا لي المنطقه دي لاربع اقاليم صغيرين. اقليم اسمه الاقليم الاستوائي، اقليم تاني اسمه المداري او اللي ليه اسم كمان هنعرفه كمان شويه وهو السوداني، واقليم ثالث اسمه الصحراوي الحار، واقليم رابع وهو الاقليم الموسمي. الصحراوي الحار ده مش عليك، فاحنا هنبدا نتكلم بس في الاقاليم الحاره عن 3 اقاليم: استوائي، مداري، وموسمي. اقول لحضرتك ان الاقليم الاستوائي موجود عندك في نفس المنطقه بتاعت الاقاليم الحاره، ماشي، من اول دائره الاستواء اللي هي 0 لغايه 10 دوائر عرض في الشمال، ومن اول 0 لغايه 10 دوائر عرض في الجنوب. يعني معنى كده ان من 10 شمالا ل 10 جنوبا ده اقليم اسمه الاقليم الاستوائي. طب مستر هلاقيه موجود فين على الخريطه؟ بص كده معايا، هتلاقي الاقليم ده موجود عندك هنا كده في جزر اسمها جزر اندونيسيا، ودي تبع لقاره ايه؟ اسيا. برافو عليك. بعد كده هتلاقيه موجود عندك هنا كده في الارض اللي موجود فيها نهر الكونغو، وانا قايل لك ان اي ارض موجود فيها نهر او اي فرع من فروعه دي بقول عليها حوض النهر. يعني معنى كده ان هو موجود في حوض نهر الكونغو. كمان موجود عندي هنا في امريكا الجنوبيه في المنطقه اللي موجود فيها نهر الامازون والفروع بتاعته، يعني في حوض نهر الامازون. يبقى معنى كده انا فهمت ان الاقليم الاستوائي ده احد الاقاليم الحاره، ماشي من 10 شمالا ل 10 جنوبا، موجود عندي في 3 قارات: في اسيا موجود في جزر اندونيسيا، في افريقيا موجود عندي في حوض نهر الكونغو، في امريكا الجنوبيه موجود عندي في حوض نهر الامازون. طب يا ترى ال3 مناطق دول المناخ فيهم عامل ازاي؟ اقول لحضرتك ان المناخ فيهم بيكون حار وممطر طوال العام. حار وممطر ازاي يعني؟ اقول لحضرتك ان الامطار بتنزل هنا بسبب ان الشمس بتبدا تسخن المسطحات المائيه، درجه الحراره عاليه فبتسخن الميه دي، فبيطلع منها بخار ماء، بخار الماء يبدا يطلع على فوق على السحاب، السحاب يخبط في بعضه فتبدا تنزل الامطار، وهكذا طول العام. يبقى الاقليم الاستوائي المناخ فيه عامل ايه؟ تقول لي على طول حار وممطر طوال
العام. طب ده المناخ. هل يا ترى في الثلاث مناطق دول فيه نبات طبيعي؟ اقول لك احنا عندنا في الثلاث مناطق دول غابات بنقول عليها الغابات الاستوائيه. ايه هي الغابات الاستوائيه؟ عباره عن اشجار كثيفه، يعني الورق بتاعها كتير ومتشابكه، الاشجار لازقه في بعضها. يبقى دلوقتي فهمت اقليم استوائي فيه ايه؟ فيه غابات استوائيه. طب ايه هي يا ترى اهم الاشجار اللي بتنمو عندي في الاقليم الاستوائي؟ اقول لك عندنا نوعين من الاشجار، واحدة اسمها الماهوجني والتانية اسمها المطاط. يبقى ماهوجني ومطاط دول تبع الغابات الاستوائية اللي بتنمو فين؟ تقول لي في الإقليم الاستوائي. طب هل يا ترى المناطق دي فيها أي حيوانات؟ أقول لك في هناك زواحف، سحالي وتعابين وغيره، وفيه كمان حيوانات متسلقة زي القردة، لا وكمان فيها طيور ملونة زي البغبغانات. يبقى احنا دلوقتي فهمنا ان الاقليم الاستوائي ماشي من 0 ل10 في الشمال ومن 0 ل10 في الجنوب، يعني من 10 ل10، من 10 شمالا ل10 جنوبا. موجود في كم منطقة؟ 3. جزر اندونيسيا في اسيا، كمان عندي حوض نهر الكونغو في افريقيا، كمان عندي حوض نهر الامازون في امريكا الجنوبية. المناخ بتاعه حار ممطر طوال العام. الغابات اللي فيه غابات استوائية، أهم الأشجار ماهوجني ومطاط. طيب تعال نبدأ نتكلم عن تاني نوع من الأقاليم الحارة وهو الإقليم المداري. الإقليم المداري ده أنا هلاقيه ماشي من عند دايرة عرض 10 في الشمال لغاية دايرة عرض 18، ومن 10 في الجنوب لغاية دايرة عرض 18، يعني ماشي من 10 ل 18 شمالا وجنوبا. يبقى الإقليم المداري ده بيمتد من 10 ل 18 في الشمال ومن 10 ل 18 في الجنوب. خلي بالك ان الإقليم المداري ده احنا بنقول عليه الإقليم السوداني. بنقول عليه ايه؟ الإقليم السوداني. اوعى تنسى ان انت عندك الإقليم المداري ده موجود في كل قارات العالم ما عدا قارتين، ما عدا قارة أوروبا وما عدا قارة انتاركتيكا اللي تحت. يبقى اقليم مداري موجود عندي في كل القارات ما عدا مين ومين؟ ما عدا اوروبا وما عدا انتاركتيكا. طب هو موجود فين؟ في اسيا وفي افريقيا وامريكا الشماليه والجنوبيه وغيره. تعالى الاقليم ده موجود عندي هنا في افريقيا وفي امريكا الجنوبيه شمال وجنوب الاقليم الاستوائي. يبقى الاقليم المداري موجود فين؟ في افريقيا وامريكا الجنوبيه. تقول لي شمال وجنوب الإقليم الاستوائي. طب ثواني، موجود عندي فين في آسيا؟ أقول لك في المنطقة دي اللي هي جنوب غرب آسيا، اللي هي جزء كده من شبه الجزيرة العربية. كمان موجود عندي هنا في أستراليا. فين في أستراليا؟ أقول لك في شمال أستراليا، واوعى تنسى الحتة دي لأن احنا عندنا في شمال أستراليا إقليم وفي أقصى الشمال إقليم تاني خالص. طب موجود عندي فين في أمريكا الشمالية؟ أقول لك في أجزائها الجنوبية. يبقى أنا عرفتك إن الإقليم المداري موجود في أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية شمال وجنوب الإقليم الاستوائي. فين في آسيا؟ في جنوبها الغربي. فين في أستراليا؟ في الشمال. فين في أمريكا الشمالية؟ في بعض الأجزاء الجنوبية من القارة. طب ثواني، هو المناخ بتاع المناطق اللي أنت علمت لي عليها دي كلها متشابه؟ أيوة، علشان كده قلنا عليهم إقليم مناخي كذا اللي هو الإقليم المناخي المداري. طب يا ترى المناخ فيهم عامل إيه؟ أقول لحضرتك المناخ حار ممطر صيفا، يعني حرارة وأمطار في فصل الصيف. طب وفي الشتاء؟ أقول لك جاف شتاء، يعني مفيش أمطار في الشتاء. يبقى تخلي بالك إن أنت عندك المناخ بتاع الإقليم المداري أو السوداني كالآتي: حار ممطر صيفا جاف شتاء. طب ثواني، ايه النبات الطبيعي اللي بينمو عندنا في الاقليم المداري؟ اقول لك والله النبات اللي هناك غابات، بقول عليها غابات مدارية.
ودي بتكون أقل في الكثافة وأقل في التشابك من الغابات اللي قبلها اللي هي إيه؟ الغابات الاستوائية. اوعى تنسى إن الإقليم المداري بتنمو في حشائش بنقول عليها حشائش السافانا، ودي حشائش حارة، يعني هتلاقيها موجودة في المناطق الحارة بس. ولكن تخلي بالك، في مناطق بتكون الحشائش دي فيها طويلة، وفي مناطق تانية بتكون الحشائش دي فيها قصيرة. طب ثواني، هو بما تفسر اختلاف حشائش السافانا في الطول؟ أقول لك ده على حسب كمية الأمطار. يبقى تختلف حشائش السافانا في الطول ليه؟ تقول لي على حسب كمية الأمطار. ولكن حشائش السافانا دي يا شباب بيكون موجود فيها تقريبا كل الحيوانات اللي بتاكل اللحوم زي الأسود والنمور والضباع وغيرها، وحيوانات تانية بتاكل العشب زي الزراف والفيلة. فعلشان كده احنا بنقول على حشائش السافانا إنها حديقة حيوان طبيعية. يبقى يطلق على حشائش السافانا ايه؟ تقول لي حديقة حيوان طبيعية. ليه؟ لأنه يعيش فيها حيوانات آكلة للحوم وحيوانات آكلة للعشب. طب كده الإقليم المداري، يا ترى بقى ايه هو الإقليم اللي ماشي من 18 ل 30؟ أقول لحضرتك ده إقليم اسمه الإقليم الصحراوي الحار، وده مش عليك. بس ثواني يا مستر، ده فاضل إقليم كمان اسمه الإقليم الموسمي، انت ما قلتليش ماشي من كام لكام؟ أقول لحضرتك الإقليم الموسمي مش ماشي في دوائر عرض، يعني ما بنقولش إن هو ماشي من دايرة عرض كذا لكذا. طب ليه؟ لأنه موجود في بعض المناطق بس على سطح الأرض. طب مستر إيه هي المناطق اللي موجود فيها الإقليم الموسمي؟ أقول لحضرتك 3 قارات بس اللي هتعرفهم: إفريقيا وآسيا وأستراليا. طب فين في إفريقيا؟ أقول لك والله موجودة عندي هنا في هضبة اسمها هضبة إثيوبيا أو هضبة الحبشة، وموجودة عندي هنا كمان في جزيرة اسمها جزيرة مدغشقر. يبقى الإقليم الموسمي فين في إفريقيا؟ تقول لي هضبة إثيوبيا أو الحبشة وكمان جزيرة مدغشقر. طب موجودة عندي هنا فين في آسيا؟ أقول لحضرتك موجود في ال7 دي اللي هي دولة اسمها دولة الهند، وكمان موجودة عندي هنا في جنوب دولة اسمها الصين. ولكن جنوب الصين يا شباب احنا بنقول عليه شبه جزيرة الهند الصينية. ايه؟ شبه جزيرة الهند الصينية. يبقى الإقليم الموسمي فين في آسيا؟ تقول لي في الهند، وشبه جزيرة الهند الصينية اللي هي جنوب الصين. طب موجود فين بقى في أستراليا؟ أقول لك في أقصى شمال أستراليا. يبقى أقصى شمال أستراليا ده إقليم موسمي، الشمال بس ده إقليم مداري. طب يا ترى المناخ بقى بتاع الإقليم الموسمي عامل إيه؟ أقول لحضرتك زي مناخ الإقليم المداري: حار ممطر صيفا جاف شتاء. يعني معنى كده إن الإقليم الموسمي وكمان الإقليم المداري بيتشابهوا في المناخ بتاعهم. أيوة، علشان كده بنقول يتشابه الإقليم المداري والموسمي في الخصائص المناخية، إن الاتنين حرارة وأمطار في الصيف وجفاف في الشتاء. طيب إيه هو بقى النبات الطبيعي اللي بينمو في الإقليم الموسمي؟ أقول لك في الإقليم الموسمي إحنا عندنا غابات اسمها الغابات الموسمية، والغابات الموسمية دي من أهم الأشجار بتاعتها شجرة اسمها شجرة جوز الهند. اسمها إيه؟ جوز الهند. يبقى في الإقليم الموسمي إحنا عندنا إيه؟ غابات موسمية. الغابات دي أهم أشجارها إيه؟ أقول لك شجرة اسمها شجرة جوز الهند. خلي بالك إن الغابات الموسمية دي بتنمو في الإقليم الموسمي بسبب غزارة الأمطار في فصل الصيف. وهنا أنا ممكن يجي لي أسئلة كتير، يقول لي مثلا بما تفسر نمو الغابات الموسمية في جزيرة مدغشقر؟
مدغشقر، أو نمو الغابات الموسمية في جنوب الصين، أو نمو الغابات الموسمية أقصى شمال أستراليا. أي سؤال من دول إجابته هتكون واحدة، وهي بسبب غزارة الأمطار في فصل الصيف. طيب اوعى بقى تنسى الجزئية اللي جاية دي، إن الإقليم الموسمي زي الإقليم المداري بتنمو فيه حشائش السافانا. يعني معنى كده إن الإقليم المداري والإقليم الموسمي الاتنين بيتشابهوا في المناخ بتاعهم، وكمان بيتشابهوا في نمو حشائش السافانا. علشان كده بنقول ان الاقليم المداري والاقليم الموسمي بيتشابهوا في الخصائص المناخية وكمان في الخصائص النباتية. وهنا السؤال ممكن يجي عليه بصيغة دلل. دلل يتشابه الاقليم المداري والاقليم الموسمي في الخصائص المناخية والخصائص النباتية. هتقول لي حيث يتشابهان في الخصائص المناخية، وهي حرارة مرتفعة صيفا وأمطار صيفا وجفاف شتاء. ويتشابهان في الخصائص النباتية، ليه؟ حيث ينمو بهما حشائش السافانا. طيب كده احنا خلصنا الأقاليم الحارة. تعال بقى دلوقتي نبدأ نتكلم عن تاني أنواع الأقاليم، وهي الأقاليم المعتدلة الدفيئة. الأقاليم دي يا شباب ماشية عندنا من دايرة عرض من 30 لغاية 45 في الشمال، ومن 30 لغاية 45 في الجنوب. بس مستر دي برضو منطقة كبيرة قوي. أقول لك علشان كده العلماء قسموا الأقاليم المعتدلة الدفيئة لثلاث أنواع. أنت عليك 2 بس اللي هتدرسهم، وهم إقليم اسمه إقليم البحر المتوسط، وإقليم تاني اسمه المعتدل الدفيء شرق القارات اللي احنا بنقول عليه الإقليم الصيني. يبقى تخلي بالك ان احنا عندنا الأقاليم المعتدلة الدفيئة مقسومة عندي النوعين، إقليم بحر متوسط ومعتدل دفيء شرق القارات اللي احنا بنقول عليه الإقليم الصيني. طب مستر هل بقى يا ترى إقليم البحر المتوسط ماشي مثلا من 30 ل 40 والصيني من 40 ل 45؟ أقول لك لا خالص، الاتنين ماشيين في نفس دوائر العرض من 30 ل 45. طب ثواني، انا هعرف ازاي افرق ما بينهم؟ اقول لك الفرق اللي ما بينهم ان اقليم هتلاقيه موجود في غرب القارات، واقليم تاني موجود في شرق القارات. طب ايه اللي موجود في غرب القارات وايه اللي موجود في الشرق؟ اقول لك اللي موجود في الغرب هو اقليم البحر المتوسط، اما اللي موجود في الشرق فهو اقليم اسمه الاقليم الصيني اللي اسمه الحقيقي المعتدل الدفيء شرق القارات. يبقى احنا دلوقتي فهمنا ان اقليم البحر المتوسط ده موجود عندي غرب معظم القارات، اما اقليم صيني ده موجود شرق معظم القارات. طب مستر ما تعرفني كده معلش، اقليم البحر المتوسط هلاقيه فين، وكمان الاقليم الصيني هلاقيه فين؟ سهله خالص. بص كده معايا، اول حاجه في قاره افريقيا هتلاقي اقليم البحر المتوسط موجود هنا في دول بنقول عليها دول المغرب العربي اللي هي تونس والجزائر والمغرب، ودي مش عليك اركنها. يبقى لازم تعرف ان اقليم البحر المتوسط في افريقيا موجود هنا عند دول المغرب العربي. اما بقى لما اجي ابص على اسيا هلاقي اقليم البحر المتوسط هنا كده فين؟ تقول لي على سواحل تركيا وكمان على سواحل بلاد الشام. طب في اوروبا اقول لك موجود عندك هنا في جنوب اوروبا المناطق اللي بتطل على البحر المتوسط. يعني بمعنى اصح المناطق اللي موجوده على البحر المتوسط في افريقيا وكمان في اسيا وفي اوروبا دول كلهم بقول عليهم مناخ البحر المتوسط. طيب موجود فين في امريكا الشماليه؟ اقول لك في غربها في ولايه اسمها ولايه كاليفورنيا.
عليها، ولاية اسمها ايه؟ ولاية كاليفورنيا. طب موجود فين في امريكا الجنوبية؟ اقول لك موجود في المنطقة دي. فين بالظبط؟ في دولة اسمها دولة تشيلي، ودي يا شباب موجودة عندها في منطقة اسمها الساحل الاوسط. يعني معنى كده ان احنا عندنا اقليم البحر المتوسط في امريكا الجنوبية موجود على الساحل الاوسط في دولة اسمها دولة تشيلي، ودي هناخدها ان شاء الله في الترم الثاني ونعرف ان هي اولى دول العالم في انتاج النحاس. طيب موجودة عندي فين بقى في استراليا؟ اقول لك موجودة عندك هنا في جنوبها الغربي. يبقى معنى كده ان احنا عندنا اقليم البحر المتوسط موجود في الست قارات دول، ما عدا ايه؟ ما عدا القارة دي، هي دي بس اللي مش موجود فيها البحر المتوسط. طب مستر، هي قارة انتاركتيكا اصلا فيها سكان؟ اقول لك لا. يعني معنى كده ان اقليم البحر المتوسط ده موجود في كل قارات العالم المأهولة بالسكان، يعني اللي فيها سكان. وتخلي بالك ان انت عندك الاقليم ده موجود في شمال قارة افريقيا هنا، وموجود في الحتة دي كمان في قارة افريقيا، علشان بيجي لي عليها سؤال مستويات عليا ويقول لي الاقليم الذي يقع شمال وجنوب قارة افريقيا، ساعتها بقول له اقليم البحر المتوسط. طيب عرفني كده المناخ بتاع اقليم البحر المتوسط ده عامل ازاي؟ اقول لك زي مناخ مصر بالظبط، حار جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء. يبقى اقليم البحر المتوسط المناخ بتاعه كالاتي: حار وجاف في الصيف، ودافئ وممطر في الشتاء. طب مستر، هل اقليم البحر المتوسط بتنمو فيه نباتات طبيعيه؟ اقول لك ده بينمو فيه غابات، بقول عليها غابات البحر المتوسط. والغابات دي الاشجار بتاعتها بتكون دائمه الخضره، يعني الورق بتاعها اخضر طول السنه. ومن اهم الاشجار دي شجره اسمها شجره الزيتون، شجره اسمها شجره الزيتون. وكمان تخلي بالك ان اقليم البحر المتوسط بتنمو فيه حشائش، بنقول عليها حشائش الاستبس. ايه ده مستر، هي دي حشائش حاره برضو زي السافانا؟ اقول لك لا، حشائش الاستبس دي حشائش معتدله، يعني هتلاقيها موجوده عندك في المناطق المعتدله بس. طب حشائش الاستبس دي ايه لازمتها يعني؟ هل هي حديقه حيوان طبيعيه برضو زي السافانا؟ اقول لك لا، حشائش الاستبس دي حشائش لينه طريه، الحيوانات بتحب تاكلها، علشان كده احنا بنربي عليها الحيوانات. لذلك بنقول ان حشائش الاستبس ليها اهميه اقتصاديه، وهي ايه؟ انها تستخدم كمراعي طبيعيه. واوعى تنسى ان الناس اللي في امريكا الشماليه ما بيقولوش على حشائش الاستبس حشائش الاستبس زينا، لا، دول بيدلعوها وبيقولوا عليها البراري. يبقى تعرف حشائش الاستبس في نقط باسم البراري، تقول لي على طول في امريكا الشماليه. طيب شكرا كده اقليم البحر المتوسط خلصناه. تعال بقى كلمني عن الاقليم الصيني. اقول لك والله الاقليم الصيني سهل جدا، هتلاقيه موجود من 30 ل 45 زي البحر المتوسط بالظبط، ولكن البحر المتوسط في غرب القارات والاقليم الصيني في شرق القارات. طب مستر، هو الاقليم الصيني هلاقيه موجود فين؟ سهله، في كل قارات العالم ما عدا اوروبا وكمان انتاركتيكا، يعني زيه زي المداري اللي خدته من شويه. طب مستر عرفني كده الاقليم الصيني هلاقيه موجود فين في الخمس قارات دول؟ سهله، بص كده على قاره اسيا، هتلاقيه موجود عندي هنا في شرق دوله اسمها دوله الصين، وفي باقي القارات الاربعه استراليا وكمان افريقيا وامريكا شماليه وامريكا جنوبيه هتلاقيه موجود في الجنوب الشرقي. موجود فين؟ في الجنوب الشرقي. يبقى
احنا دلوقتي فهمنا ان الاقليم الصيني زيه زي البحر المتوسط، ماشي من 30 ل 45 شمالا وجنوبا، ولكن ده ماشي عندك في شرق القارات. موجود فين في اسيا؟ شرق دولة الصين. طب في باقي القارات موجود فين؟ تقول لي في الجنوب الشرقي. طب مستر، هو المناخ بتاع الاقليم الصيني شبه المناخ بتاع البحر المتوسط؟ ما الاتنين ماشيين في نفس دوائر العرض. اقول لك لا، الاقليم الصيني مناخه كالاتي: في الصيف درجة الحرارة بتبقى عالية، في الشتاء درجة الحرارة بتبقى منخفضة، الأمطار طوال العام، يبقى حرارة مرتفعة صيفا منخفضة شتاء، أمطار طوال العام. ولكن تخلي بالك إن الإقليم ده الأمطار فيه بتزداد في فصل الصيف. يبقى تزداد الأمطار في الإقليم الصيني إمتى؟ تقول لي على طول في فصل الصيف. لا، وكمان المناطق دي يا شباب اللي فيها الإقليم الصيني أحيانا بتتعرض لعواصف مدارية. يعني إيه؟ دوامات هواء كبيرة جاية لي من عند المدارين، سواء هنا مدار السرطان أو هنا مدار الجدي. ومن أهم العواصف اللي بتحصل عندك في المناطق اللي بتنتمي للإقليم الصيني عاصفة بنقول عليها عاصفة التيفون أو التيفون، الاتنين صح. يبقى تخلي بالك يتعرض الإقليم الصيني لبعض العواصف المدارية مثل نقط، تقول لي على طول عاصفة التيفون. خلي بالكم بقى يا شباب ان انت عندك الاقليم الصيني بتنمو فيه غابات، بقول عليها غابات الاقليم الصيني. نباتات طبيعية بنقول عليها ايه؟ غابات الاقليم الصيني. طب ايه هي يا ترى اهم الاشجار اللي بتنمو في غابات الاقليم الصيني؟ اقول لك نوعين من الاشجار، شجرة اسمها الصفصاف وشجرة تانية اسمها البلوط. صفصاف وايه؟ وبلوط. خلي بالكم يا شباب ان انت عندك الاقليم الصيني بتنمو فيه برضو حشائش زي اقليم البحر المتوسط، وهي ايه؟ وهي حشائش الاستبس. يبقى تخلي بالك ان انت عندك الاقليم الصيني اسمه الحقيقي معتدل دفيق شرق القارات، ماشي من كام لكام؟ 30 ل 45 شمالا وجنوبا. موجود عندك في شرق ولا غرب القارات؟ تقول لي لا، في الشرق. فين في اسيا؟ في شرق الصين. باقي القارات استراليا او افريقيا او شماليه او امريكا الجنوبيه كلهم موجود فيهم الاقليم الصيني في الجنوب الشرقي. المناخ بتاعه ايه؟ قلت لك على طول حراره مرتفعه صيفا منخفضه شتاء، امطار طوال العام. عرفتك ان الاقليم الصيني بيتعرض لعواصف مداريه زي ايه؟ تقول لي عاصفه التيفون. عرفتك ان الاقليم ده امطاره بتكون زياده امتى؟ في فصل الصيف. الغابات اللي فيه غابات الاقليم الصيني، اهم اشجارها صفصاف وبلوط، وكمان بتنمو في حشائش الاستبس. طيب تعال نبدا نحل مع بعض السؤالين دول يا شباب قبل ما نبدا نكمل الفيديو بتاعنا ونخش على الاقاليم المعتدله البارده وكمان الاقاليم البارده. اول سؤال معانا بيقول يمتد اقليم نقط في حوض نهر الكونغو. انا قلت لك ان حوض نهر الكونغو الاقليم اللي فيه اقليم استوائي. طب 2 يتشابه الاقليم المداري والموسمي في نمو حشائش ايه؟ طبعا حشائش السافانا. 3 تعرف حشائش الاستبس باسم نقط في امريكا الشماليه؟ تقول لي طبعا بحشائش البراري. اخر حاجه تعد اشجار نقط ونقط من اهم اشجار الاقليم الصيني. اقول لك اول حاجه عندي الصفصاف، تاني حاجة عندي وهي البلوط. هنا عندي كمان يا شباب سؤال بما تفسر بيقول بما تفسر تعد حشائش السافانا حديقة حيوان طبيعية؟ هتقول لي لأنه يعيش بها حيوانات آكلة للحوم وحيوانات آكلة للعشب. طب بما تفسر أهمية حشائش الاستبس؟ على طول تستخدم كمراعي طبيعية. طب تعالوا بقى دلوقتي يا شباب نبدأ نتكلم عن الأقاليم المعتدلة الباردة. خلي بالكم يا شباب ان الاقاليم المعتدله البارده ماشيه عندي من عند دايره عرض 45 لغايه 60 في الشمال، وبرضه من اول 45 لغايه 60 في الجنوب. يعني معنى كده ان الاقاليم المعتدله البارده تمتد عندي من 45 ل 60 شمالا وجنوبا. طب مستر انا شايف ان المنطقه دي برضه منطقه كبيره، هل برضه العلماء قسموا الاقاليم المعتدله البارده لاقاليم
اقاليم صغيره؟ اقول لك خلي بالك ان الاقاليم المعتدله البارده مقسومه عندك لثلاث انواع من الاقاليم، هندرس بس منها 2. اقليم اسمه اقليم غرب اوروبا، واقليم تاني اسمه الاقليم اللورنسي، وده مش اسمه الحقيقي، اسمه الحقيقي المعتدل البارد شرق القارات. يبقى معنى كده معتدل دفيء شرق القارات ده اقليم صيني، ولكن معتدل بارد شرق القارات ده اقليم لورنسي. طب مستر، هو الاتنين ماشيين برضو في نفس دوائر العرض زي المعتدلة الدفيئة، ولا كل واحد فيهم ماشي من دايرة عرض كذا لكذا؟ اقول لك لا، الاتنين غرب اوروبا واللورنسي ماشيين في نفس دوائر العرض، من اول دايرة عرض 45 لغاية دايرة عرض 60. طب ايه الفرق؟ اقول لك والله الفرق ان واحد موجود في غرب القارات والتاني موجود في شرق القارات. طب ايه اللي موجود في غرب القارات زي البحر المتوسط؟ اقول لك اقليم اسمه اقليم غرب اوروبا. طب ايه اللي موجود في شرق القارات زي الاقليم الصيني؟ اقول لك الاقليم اللورنسي اللي اسمه الحقيقي المعتدل البارد شرق القارات. طب تعالى كده نبدأ نتكلم عن كل اقليم من الاتنين، نعرف موجود فين والمناخ بتاعه عامل ايه. لما اجي ابص على اقليم غرب اوروبا هلاقيه موجود في 3 قارات بس، موجود عندي هنا في اوروبا، وموجود عندي هنا في امريكا الشماليه، وموجود عندي هنا كمان في امريكا الجنوبيه. طب موجود عندي هنا في اوروبا فين؟ اقول لك في شمالها الغربي. خلي بالك الحته دي يا شباب دي بريطانيا او الجزر البريطانيه، ودايما بيجي عليها سؤال كله بيتلخبط فيه، وهو تنتمي الجزر البريطانيه الى اقليم نقط؟ تقول لي اقليم غرب اوروبا. طب موجود فين في امريكا الشماليه؟ اقول لك برضو هنا في شمالها الغربي. طب هنا بقى في امريكا الجنوبيه اقول لك العكس، موجود في اقصى الجنوب الغربي. يبقى اقليم غرب اوروبا في 3 قارات، اوروبا، امريكا الشماليه، امريكا جنوبيه. في اوروبا وامريكا الشماليه موجود عندك في الشمال الغربي، اما هنا في امريكا الجنوبيه عكسهم على طول، اقصى الجنوب الغربي. طب مستر المناخ بتاع اقليم غرب اوروبا عامل ايه؟ اقول لك والله ده في الصيف بيكون دافي، في الشتاء بيكون بارد، والامطار طوال العام. ولكن الامطار في اقليم غرب اوروبا بتزيد في فصلين 2 اللي هما اقول لك الخريف وكمان الشتاء. يعني معنى كده انا خدت 3 اقاليم امطارهم طوال العام، استوائي وكمان صيني، وثالث حاجه وهو غرب اوروبا. خلي بالكم بقى يا شباب، اوعى تنسى الجزئيه دي، تزداد الامطار في اقليم غرب اوروبا في فصلي، تقول لي على طول الخريف وكمان الشتاء. طب مستر اقليم غرب اوروبا بتنمو فيه نباتات طبيعيه؟ ايوه، دي بتنمو فيه غابات بنقول عليها الغابات النفضيه. ايه الاسم ده؟ يعني ايه غابات نفضيه؟ اقول لك والله سميناها بالاسم ده لانها في فصل الشتاء وبسبب شده البروده بتنفض الاوراق بتاعتها، يعني الاشجار بتوقع الورق بتاعها. يبقى لما اقول لك هنا بما تفسر يطلق على الغابات النفضيه هذا الاسم، تقول لي لانها تنفض اوراقها شتاء بسبب ايه؟ شده البروده. طب مستر هو اهم الاشجار بتاعت الغابات النفضيه اسمها ايه؟ اقول لك شجره بنصنع منها الاساس وهي اشجار الزان. يبقى اوعى تنسى ان احنا عندنا الغابات النفضيه اتسمت بالاسم ده لانها تنفض اوراقها في فصل الشتاء بسبب ايه؟ تقول لي شده البروده. اهم اشجارها ايه؟ الزان. طيب تعال نبدا نتكلم بعد كده عن الاقليم المعتدل البارد شرق القارات اللي احنا بنقول عليه ايه؟ الاقليم اللورنسي. هو ده هلاقيه موجود فين؟ اقول لك في نفس دوائر عرض اقليم غرب اوروبا من 45 ل 60 شمالا وجنوبا، ولكن ده موجود في شرق القارات. طب موجود في كم قاره؟ اقول لك 2 بس، اسيا
وهنا كمان أمريكا الشمالية. طب موجود فين في آسيا وموجود فين في أمريكا الشمالية؟ أقول لك في آسيا هتلاقيه موجود في شمال شرق دولة اسمها دولة الصين، وهنا موجود عندك كمان في شمال اليابان. يبقى شمال شرق الصين وشمال اليابان ده إقليم لورانسي. طب في أمريكا الشمالية فين؟ أقول لك في شمالها الشرقي. طب مستر هو مش موجود في أي منطقة تانية؟ أقول لك لا، يعني معنى كده ان هو مش موجود في اي حتة في جنوب الكرة الارضية؟ لا، يعني ثواني، لو قال لي صح او غلط يختفي الاقليم اللورانسي من المناطق الجنوبية في العالم، تقول لي صح. ليه؟ علشان هو مش موجود في نصف الكرة الجنوبي. طب ثواني، هو الاقليم اللورانسي مناخه برضه هيكون شبه مناخ غرب اوروبا؟ ايوه، الاختلاف في كلمة واحدة. في اقليم غرب اوروبا انا قلت لك ايه؟ دافئ صيفا، بارد امتى؟ شتاء. اما بقى الاقليم اللورانسي معتدل صيفا، بارد شتاء، ممطر طوال العام. يبقى تخلي بالك الفرق ما بين الاتنين كلمة واحدة بس. طب مستر هو اقليم لورانسي امطاره برضه هتكون زيادة في الشتاء والخريف؟ لا، دي امطاره هتكون شبه الامطار بتاعت الاقليم الصيني، تزداد في فصل ايه؟ الصيف. يعني معنى كده يتشابه الاقليم الصيني والاقليم اللورانسي في زيادة الامطار في فصل الصيف. طب ثواني، هو الاقليم اللورانسي برضه في نباتات طبيعية؟ ايوه. ايه هي؟ اقول لك والله غابات بنقول عليها الغابات المخروطية، ومن اهم الاشجار اللي فيها شجرتين، واحدة اسمها الصنوبر او الصنوبر، وتاني واحدة وهي الشربين. يبقى صنوبر وشربين دي غابات مخروطية. زان دي غابات نفضية. عندي بعد كده الصفصاف والبلوط صيني. الزيتون بحر متوسط. جوز الهند موسمي. طيب الماهوجني والمطاط استوائي. دي كده اهم الاشجار بتاعت الغابات كلها. ولكن تخلي بالك بقى ان الاقليم اللورانسي بتعيش فيه حيوانات ليها فرو كتير، فرو تقيل. زي ايه؟ اقول لك زي الدب القطبي. يبقى الدب القطبي عايش فين؟ تقول لي على طول في الاقليم اللورانسي. وبالمناسبه عندنا كمان حيوان بس وهو حيوان الرنه. الرنه ده موجود عندي في اقليم هقول لك عليه اسمه الطندرة، وعندي الدب القطبي ده في اللورانسي. اما الزواحف والحيوانات المتسلقه والطيور الملونه دي في الاقليم الاستوائي. طب تعالى نبدا دلوقتي نحل مع بعض سؤالين كده يا شباب قبل ما نخش على اخر اقاليم معانا وهي الاقاليم البارده. اول سؤال معانا بيقول يعرف الاقليم المعتدل الدفيء شرق القارات باسم ايه؟ تقول لي على طول باسم الاقليم الصيني، تخلي بالك منه. طب يعرف الاقليم المعتدل البارد شرق القارات باسم ايه؟ ده اسم اللورانسي. يبقى معتدل دفيء شرق القارات ده صيني، معتدل بارد شرق القارات ده لورانسي وما تنساهوش. طب تزداد الامطار في اقليم غرب اوروبا في فصلي نقط ونقط، هنا طبعا الخريف والشتاء. طب يتشابه الاقليم اللورانسي والصيني في غزارة الامطار في فصل ايه؟ لسه قايل لك عليها من 5 دقايق، في فصل الصيف. تعد اشجار نقط من اهم اشجار اقليم البحر المتوسط. خلي بالك انت لازم تحفظ الاشجار دي كلها وما تقلقش، هيكون موجود باذن الله تحت الفيديو ورقه موجود فيها كل الخصائص المناخيه للاقاليم كلها، وموجود فيها كمان كل الخصائص النباتيه، يعني الاشجار والغابات بتاعت كل اقليم. اطبع الورقه دي وخليك مركز فيها كويس جدا، وابدا كل شويه بص عليها بس. طب تعد اشجار نقط من اهم اشجار الغابات النفضية، هنا يا شباب أشجار الزان. تعد أشجار نقط ونقط من أهم أشجار الغابات المخروطية، هنا أنا عندي الصنوبر وكمان الشربين. طيب بص يا شباب على السؤالين دول بما تفسر. يطلق على الغابات النفضية هذا الاسم، إيه السبب؟ تقول لي على طول لأنها تنفض أوراقها
شتاء. ليه؟ بسبب شدة البرودة. 2. تتشابه الأقاليم المعتدلة الباردة في الموقع الفلكي. تقول لي بسبب امتدادهم من 45 إلى 60 شمالا وجنوبا، ولكن الفرق طبعا زي ما احنا عارفين ان اقليم غرب اوروبا في غرب القارات، والاقليم اللورنسي شرق القارات. تعال نبدأ دلوقتي نتكلم عن آخر أقاليم معانا يا شباب عشان نفنش الدرس، وهي الأقاليم الباردة. الأقاليم الباردة يا شباب دي بتمتد من أول دايرة عرض 60 لغاية نهاية دوائر العرض فوق خالص 90 شمالا، ومن أول دايرة عرض 60 لغاية نهاية دوائر العرض في الجنوب وهي 90 جنوبا. بصوا يا شباب، احنا عندنا الأقاليم الباردة مقسومة بس الإقليمين 2، إقليم اسمه إقليم الطندرة وإقليم تاني اسمه الإقليم الجبلي، والاتنين المناخ فيهم بيكون بارد. طب تعالى كده واحدة واحدة نبدأ نتكلم عن الإقليم الجبلي ونبدأ نتكلم عن إقليم الطندرة. الإقليم الجبلي يا شباب ده احنا هنلاقيه موجود عند المناطق الجبلية العالية في القارات، زي مثلا جبال الهيمالايا اللي موجودة عندنا في آسيا، أو جبال الإنديز في أمريكا الجنوبية، أو جبال روكي اللي موجودة عندنا في أمريكا الشمالية. طب مستر، هو المناخ فوق القمم دي كلها هيكون عامل إزاي؟ أقول لك هيكون شديد البرودة، والجبال دي القمة بتاعتها هتكون بيغطيها تقريبا التلج معظم أيام السنة. طب ثواني يا مستر، هو الإقليم ده هلاقي موجود فيه نباتات طبيعية؟ أقول لك أيوة، ولكن تخلي بالك ان النباتات الطبيعية بتختلف في الاقليم الجبلي وبتتنوع على حسب الارتفاع وكمية الامطار. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني مثلا هنا جبال الهيمالايا، لو طلعت هنا كده يا شباب هلاقي نوع من النباتات، لكن لو طلعت هنا هلاقي نوع تاني خالص من النباتات، لو طلعت هنا نوع تالت من النباتات. يعني معنى كده ان الحياة النباتية يعني النباتات بتتنوع في الاقليم الجبلي. ليه؟ تقول لي طبقا لارتفاع السطح وكمية الامطار اللي بتنزل. يبقى تخلي بالك منها عشان مهمة جدا. انت عندك الحياة النباتية تتنوع فين؟ في الاقليم الجبلي. بما تفسر ليه؟ تقول لي طبقا لارتفاع السطح وكمية الامطار. طب تعالى بقى دلوقتي نبدأ نتكلم عن آخر حاجة وهو إقليم الطندرة. خلي بالكم بقى يا شباب، إقليم الطندرة ده هو ده اللي ماشي من 60 ل 90 شمالا ومن 60 ل 90 كمان جنوبا. الإقليم ده هلاقيه موجود فين؟ أقول لك فوق خالص وتحت خالص في خريطة العالم. يعني موجودة عندي في المنطقة دي والمنطقة دي والمنطقة دي، وكمان موجودة عندي في المنطقة دي كلها. اقول لك بقى الاقليم ده موجود في كل قارات العالم ما عدا افريقيا وكمان استراليا. يبقى اقليم الطندرة مش موجود فين؟ تقول لي لا في افريقيا ولا في استراليا. طب هو فين في اسيا؟ اقول لك موجود هنا في الاجزاء الشمالية او الاجزاء القطبية وشمال سيبيريا. فاكر لما خدنا سهول سيبيريا الثلاث انهار اللي فيها اوب ويانسي ولينا، اللي قلت لك بالمناسبة ان هم بيتجمدوا علشان كده بيفقدوا اهميتهم. يبقى تخلي بالك ان احنا عندنا يا شباب اقليم الطندرة موجود عندي فين؟ تقول لي على طول في الاجزاء القطبية من اسيا وكمان شمال سيبيريا. موجود عندي هنا كمان في اوروبا في اجزائها الشمالية يعني شمال القارة. موجود عندي هنا كمان في امريكا الشمالية، تحديدا شمال دولة هنا اسمها دولة كندا. ايه ده؟ هو مش امريكا الشمالية فيها الولايات المتحدة بس؟ لا، دي كندا والولايات المتحدة والمكسيك زي ما هنعرف بإذن الله في درس توزيع السكان في الوحدة اللي بعد دي. كمان يا شباب موجودة عندي هنا في بعض الجزر اللي تتبع قارة أمريكا الجنوبية، شوية جزر كده موجودين عندي هنا في المحيط القطبي الجنوبي. وآخر حاجة موجودة عندك في كامل قارة انتاركتيكا. علشان كده بنقول إن إحنا عندنا القارة التي يسود
يسودها إقليم مناخي واحد هي قارة انتاركتيكا. فاكر إن القارة دي بيحدها محيط واحد من جميع الاتجاهات، وهو إيه؟ المحيط القطبي الجنوبي. يعني معنى كده واحد، القارة التي يحدها محيط واحد من جميع الاتجاهات تقول لي انتاركتيكا، والقارة التي يسودها إقليم مناخي واحد هي برضو قارة انتاركتيكا. طب مستر، هو المناخ بقى في كل المناطق اللي انت قلت لي عليها دي اللي هي إقليم التندرا بيكون عامل ازاي؟ اقول لك والله المناخ فيها بيكون كالآتي: الصيف بيكون قصير وبتنزل فيه أمطار، والشتاء بيكون طويل وبارد وبتنزل فيه الثلوج. يبقى صيف قصير ممطر، شتاء طويل بارد، مع تساقط ايه؟ الثلوج. ايه ده؟ يعني معنى كده لو قال لي تسقط الامطار في اقليم التندرا البارد في فصل نقط، اقول لك ساعتها اقول له في فصل الصيف. في فصل ايه؟ الصيف. طب هل يا ترى بقى اقليم التندرا ده بتنمو فيه اي نباتات طبيعيه؟ اقول لك ايه النبات الطبيعي اللي بينمو فيه؟ اقول لك حاجه اسمها الطحالب. طحالب، ايه هي الطحالب دي؟ عارف الحاجات الخضراء اللي بتلاقيها على الصخور وانت بتصيف؟ هي دي الطحالب. الطحالب دي بتنمو في فصل الصيف، اول ما التلج كده يبدا يذوب هوب بتنمو الطحالب، ولكن على طول الشتاء بيجي يغطيها. يبقى معنى كده ان احنا عندنا طحالب بتنمو بسرعه في فصل ذوبان الثلوج اللي هو ايه؟ فصل الصيف. خلي بالكم يا شباب ان احنا عندنا هنا في اقليم التندرا حيوانات مهمه، اهمها حيوان اسمه حيوان الرنه، حاجه كده عامله زي الغزال لكن القرون بتاعته اكبر بكتير من الغزال. يبقى تخلي بالك رنه في اقليم التندرا، ولكن عندي بعد كده حيوان الدب القطبي في الاقليم اللورنسي، الزواحف والطيور والحيوانات المتسلقه دي كلها اقليم استوائي. احنا كده يا شباب خلصنا الاقاليم المناخيه كلها، مش فاضل بس غير سؤال واحد واوعى تنساه، وهو ان القاره الوحيده اللي فيها تقريبا كل الاقاليم المناخيه هي قاره اسيا، والسؤال عليها بيجي لي بالصيغه دي. السؤال دايما بيقول بما تفسر تعد قاره اسيا اكثر القارات تنوعا في مناخها، او امتداد كل الاقاليم المناخيه في قاره اسيا. تقول لي على طول ده بسبب كبر مساحتها، القاره دي اكبر قارات العالم من حيث المساحه، لا وكمان بسبب امتدادها في عدد كبير من دوائر العرض. قاره اسيا ماشيه من 81 في الشمال لغايه 10 في الجنوب، يعني ماشي تقريبا فيها 91 دائره عرض، يعني اكتر من نص دوائر العرض بدايره عرض واحده. فده يا شباب خلاها اكثر القارات تنوعا في مناخها. وبكده اللهم لك الحمد نكون خلصنا درس الاقاليم المناخيه كله. اتمنى ان شاء الله يكون الدرس وصل لك بشكل سهل وبسيط، وباذن الله اشوفك في فيديو جديد. دمتم موفقين.